في رمضان اللي فات نزل مسلسل أثار جدل كبير جدا. ناس قالت إنه مجرد دراما، وناس قالت إنه مبني على قصة حقيقية مرعبة حصلت في مصر. بس الحقيقة القصة دي مش خيال. القصة دي عن ست كانت بتسرق أطفال وتربيهم على إنهم أولادها، والأخطر إن في طفل لحد النهاردة مش عارف هو ابن مين. لو بتحب النوع ده من القضايا الحقيقية اللي فيها غموض ورعب نفسي، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان الجاي أخطر بكتير، واكتب لي في الكومنت حقيقي ولا تمثيل. القصة دي مش مجرد حكاية اتقالت في قعدة، ولا خرافة من اللي الناس بتحب تخوف بيها عيالها. دي قضية حقيقية اتعرفت في مصر باسم عزيزة بنت إبليس. الاسم ده ما جاش من فراغ، ولا عشان الناس بتحب تبالغ، لكن عشان اللي الست دي عملته كان كفيل يخلي أي حد يسمع قصتها يقول نفس الجملة: دي مش بني آدمة. في أواخر التسعينات، وفي منطقة شعبية عادية جدا، كانت عايشة ست شكلها عادي جدا، اسمها عزيزة. لا ملفتة ولا غنية ولا حتى ليها تاريخ معروف، لكن اللي محدش كان يعرفه وقتها إن جواها كان في حاجة بتكبر يوم بعد يوم، حاجة أخطر من الجريمة نفسها: هوس. عزيزة كانت متجوزة سنين طويلة من غير ما تخلف، وفي مجتمع زي مجتمعنا الموضوع ده مش سهل. نظرات، كلام، ضغط، وإحساس دايما بالنقص. لكن بدل ما تتقبل الواقع، بدأت تفكر بطريقة تانية خالص. في يوم عزيزة سمعت عن حالة ولادة في مستشفى حكومي. دخلت المستشفى بهدوء شديد، لبسها عادي، طريقتها عادية، وشها ما فيهوش أي حاجة تخوف. وده كان أخطر حاجة فيها. محدش شك فيها، ولا ممرضة ولا دكتور ولا حتى الأم نفسها. استنت اللحظة المناسبة، لحظة غفلة، لحظة واحدة بس، وشالت الطفل ومشيت. استنى هنا لحظة. لو انت مكاني دلوقتي وبتسمع الكلام ده، هل ممكن تتخيل إن حاجة زي دي تحصل قدامك وما تاخدش بالك؟ لو شايف إن اللي حصل ده مرعب بجد، اعمل لايك دلوقتي واكتب لي في الكومنت إزاي محدش خد باله. عزيزة رجعت بيتها وفي إيدها طفل، وابتدت تمثل الدور كأنها كانت حامل وكأنها ولدت. والأخطر إن اللي حواليها صدقوا. الأيام عدت والطفل كبر، والناس شايفين قدامهم ابنها. لكن الحقيقة إن الطفل ده كان له أم تانية، أم فضلت تدور عليه من غير ما تعرف إنه عايش، بس باسم تاني. بس المشكلة إن دي ما كانتش مرة واحدة بس، لأن بعد أول مرة عزيزة فهمت حاجة خطيرة جدا: إن الموضوع أسهل بكتير مما كانت متخيلة. بعد أول مرة عزيزة ما خافتش ولا ارتبكت ولا حتى حاولت تبعد عن اللي عملته. العكس تماما، هي حست بحاجة
عمرها ما حستها قبل كده. سيطرة. الفكرة اللي كانت مستحيلة بقت سهلة، والخطة اللي كانت مخيفة بقت متكررة. عزيزة اكتشفت حاجة خطيرة جدا، إن في أماكن ما فيهاش رقابة كفاية، وفي ناس بتثق بسهولة، وفي لحظات غفلة كفيلة تغير حياة كاملة. مرت شهور وبعدين سنين، وفي كل مرة كانت الطريقة بتتحسن. مرة تدخل المستشفى كأنها زايرة، مرة كأنها قريبة للمريضة، ومرة تلبس لبس ممرضة. وفي كل مرة كانت بتختار نفس الحاجة: أم تعبانة، طفل لسه مولود، ولحظة غفلة. اللي يخوف بجد مش إنها عملت كده مرة ولا 2، لكن إنها عملتها كأنها حاجة عادية. بره عزيزة ست عادية جدا، جيرانها يشهدوا إنها هادية ومش بتعمل مشاكل وبتعيش زي أي حد. لكن جوه بيتها في سر: أطفال. كل واحد فيهم ليه حكاية، كل واحد فيهم ليه أم تانية ممكن تكون لحد دلوقتي بتدور عليه. مع الوقت بعض الناس بدأت تلاحظ، مش حاجة واضحة لكن إحساس. كل شوية عزيزة تظهر بطفل جديد، من غير حمل، من غير تجهيز، من غير أي حاجة منطقية. بس زي ما بيحصل دايما، الناس كانت بتسكت. يمكن خوف، يمكن عدم اهتمام، يمكن كل واحد مشغول في حاله. لكن الحقيقة إن في حد واحد بس قرر يسأل. قصة بدأت تنتشر عن طفل ملامحه مش شبه عزيزة خالص، لا في الشكل ولا في اللون ولا حتى في أي حاجة. الطفل ده كان اسمه إسلام. إسلام كبر وفي دماغه سؤال بسيط بس خطير: أنا شبه مين؟ السؤال ده كان كفيل يهز كل حاجة، لأن الحقيقة لما تبدأ تطلع ما بتقفش. واللي حصل بعد كده ما كانش مجرد شك ولا مجرد سؤال، دي كانت اللحظة اللي خلت عزيزة نفسها تقول جملة غيرت كل حاجة: ده مش ابني. إسلام خد نفس طويل وبص لعزيزة وقال لها: أنا ابنك بجد. لحظة سكون عدت كأنها ساعات، وعزيزة فضلت بصاله من غير أي رد. مفيش خوف، مفيش صدمة، بس نظرة غريبة تقيلة، كأنها كانت مستنية السؤال ده من سنين، وكأنها عارفة إن اللحظة دي لازم تيجي، لأن الحقيقة مهما اتدفنت بترجع تطلع في وقتها. وإسلام ساعتها فهم إن اللي جاي بعد السؤال ده مش هيكون مجرد إجابة، ده هيكون حاجة تغير كل اللي عاشوا قبل كده. لو انت وصلت لحد هنا فانت أكيد عايز تعرف إيه اللي حصل في المواجهة، وعزيزة قالت إيه، وإزاي القصة دي انتهت. الجزء التاني هيبقى فيه الحقيقة الكاملة. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان أول ما الجزء التاني ينزل يوصلك فوراً. واكتب لي في الكومنت، تفتكر عزيزة هتقول الحقيقة؟ في قصص الحقيقة فيها بتكون أخطر من أي خيال.